علاقات خلي بالك منها وانت بتركب الاول الخشب بتاعك. وانا بثبت الحلق بضطر اركبه بمسامير. راس المسمار دي بتكون باينه جدا وليها حل من اتنين. اولهم اجيب حاجه اسمها سومبو، بجيبها واحطها على راس المسمار بحيث ادخله لجوه شويه في الخشب، وبعد كده اجيب معجون املى الجزء الفاضي والقطه، وكده انا خفيت المسمار او بالمعنى الاصح سمبكته. وده مش احسن حل لو هدهن قسط، لان عروق الخشب بتبقى ماشيه زي الفل وتيجي عند المسمار يبان ان في حاجه قطعتها. الحل التاني ان اجيب حاجه اسمها كاوتش بصمه وبحطه على راس المسمار عشان خاطر اخفيها، او ادقه على المسمار ادخله جوه شويه واخد حته من نفس الخشب من نفس المكان وارجع اركبها في المسمار نفسه، وساعتها هتبقى ثمره الخشب ماشيه عادي بدون اي تعارض. كل ده عشان خاطر نخبي المسمار. كمان لازم نركز على علاقه البر اللي راكب على الحلق مع علاقه الوزر. ما ينفعش الوزره تركب على البر ولا البر يركب على الوزره، والصح ان البر يكون سمكه نفس سمك الوزره بالظبط او اتخن شويه، وينزل الاخر الوزره تيجي تركب جنبه بالظبط وكمان شكلها يبقى حلو. والمشكله دي بتحصل لما النجار يستسهل والمبلط يستعجل ويرجع يركب الوزر اللي لسه هيركب مكانه الباب. والصح ان الباب تركب الاول والحوض تتظبط واسيب الوزر ده للاخر اركبه الفينش النهائي. ساعات بنعمل حاجه اسمها كرسي بر او بيتركب في الحلق وبسيبه تحت الوزره بالظبط. انا عن نفسي ما بفضلوش وما بحبوش، ومع العمر بيتفك ويبقى شكله مش حلو. لو عجبك قوي وحابب تعمله خليه هو والحلق يتصنع مع بعضه جاهز ويبقى قطعه واحده مع بعضه بالظبط. صحيح ملوش علاقه ولا بالميه ولا بالرطوبه. انا قلت لك رايي بقى وانت حر. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.